يا صباح او مساء الفل، عاملين ايه؟ فيديو النهارده فيديو مشتريات جبتها من العروض بتاعه المرشدي. في حاجات تحفه هناك باسعار حلوه قوي، بس انا جبت اللي انا محتاجاه. احنا في مرحله تقشف، فاحنا ما بنجيبش اي حاجه وخلاص، بنجيب اللي احنا محتاجينه بس. كان منزل سيل على المنظمات، وانا كنت محتاجه قوي المنظمات دي. كنت جايبه من عنده لو تفتكروا حاجات نفس الخامه، هوريكم عشان تفهموا قصدي. بص، اول حاجه جبتها الستاند ده، تمام، او منظم، يعني حاجه كده ما بين ستاند ومنظم. ده 3 دور، تمام. زاويه بيتحط كده في كورنر، خامته تحفه. انا الخامه دي جربتها في كذا حاجه من المرشدي. الباسكت بتاع البيض، سله البيض اللي هي على شكل فرخه دي، مفيش حد بيشوفها غير لما بيسالني عليها. خامتها حلوه جدا جدا. الصفايه اللي فوق الحوض برده من المرشدي. ايه تاني؟ الستاند بتاع الفاكهه اللي هو الدورين ده برده من المرشدي. فانا جايبه من عنده حاجات كتير قوي نفس الماتيريال دي، اللي هي الحديد المتجلفن. بصراحة الجلفانة حلوة، الحاجة ما بتصديش، لو اتجرح بيصدي، عشان نبقى بس ايه واقعيين. طول ما هو الطبقة السوداء دي موجودة عليه عمره ما هيصدي، تمام. ده 3 دور زاوية. ان شاء الله الحاجات دي هوريكم هنستخدمها في ايه الفيديو الجاي ان شاء الله، هننظم مع بعض. ده كان ب 130 بدل 270 260 حاجه كده. انا هقول لكم الاسعار بعد السيل، مش فاكره بصراحه قبل السيل كانت بكام. فده 3 دور زاويه كان ب 130، تمام. والارتفاع ما بين الدور والتاني، بصوا ارتفاع حلو، لو هتحطي برطمانات هتحطي حاجه هياخد معاكي كتير قوي. تاني حاجه جبتها ده نفس برضو الماتيريال اهو، بس ده بصوا مستطيل، شايفين؟ ده 3 دور برضو اهو. والجزء بتاعه اللي هنا ده حلو، ما يخليش يعني ارتفاعه حلو، ما يخليش الحاجه تقع. في حاجات شفتها بيبقى الارتفاع هنا قليل، فاي حاجه ممكن لو زقتيها تروح واقعه. فده ارتفاعه حلو، يمسك الحاجه كده ويبقى محترم. ده 3 دور كان ب 140 بدل 280 290 او 285 حاجه يعني كده في الرينج ده. ده برضو جايباه لحاجه معينه. تقولي يا مروه ليه كل الحاجات دي؟ هقول لكم. الحاجه اللي بعد كده وهو المنظم ده زي التاني بالظبط، بس 2 دور. ده جايباه لحاجه، والتاني جايباه لحاجه، والتالت جايباه لحاجه تانيه. انا بحب المنظمات دي جدا، بالذات ان لونها اسود. وانا تقريبا يعني كل حاجه عندي في البيت، اذا كان منظمات ديكورات مش عارفه ايه اسود، فاي حاجه اسود بحطها بالشكل ده بتظهر عندي المكان، فاهمين؟ اذا كان الباسكت اللي انا برضو حاطه فيه القطاعات والحاجات دي بلانشيت، برضو كنت جايباه من المرشدي. فالحاجات دي عنده بصراحه حلوه قوي، نفس البراند اللي انا كنت جايبه منه الحاجات الاولانيه، تمام. ده كان ب 100 جنيه، الدورين ده ب 100 جنيه، فطبعا سعره حلو قوي قوي يعني. تقدروا بقى تستخدموهم في التويليت، تقدروا تستخدموهم في الدواليب على فكره. ليهم افكار كتير 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 قوي. ان شاء الله ممكن اعمل لكم فيديو للافكار بتاعتهم. بصوا بقى جبت ايه كمان. جبت البادات بتاعه السفره، مش عارفه باينه معاكم ولا لا، استنى اوريكم واحده اهي. بصوا ده شكلها، لقيت حجمها حلو، اللي هو ولا صغير ولا كبير، يا دوب على قد الطبق وكوبايه الميه، كوبايه عصير. فلقيتها حجمها حلو قوي، والخشب بتاعها لونه لذيذ. وزي ما انتم عارفين يعني تقريبا كل حاجه عندي خشبيات واسود، فلقيتها دي هتليق قوي معايا، وبالذات ان السفره اللي بناكل عليها لونها اسود، فده على الاسود هيبقى شكله حلو قوي. ومع مفرش رمضان ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين، هيبقى شكله برده حلو جدا، تمام. جبت 4 بالرغم يعني ان احنا اصلا 3 يعني، بس جبت 4 عشان يبقوا مكملين السفره، تمام. بصوا بقى، الشباشب دي سعرها رخيص جدا، كانت ب 45 جنيه، تمام.
جبت 2 اهو، جبت 2 واحد لجوزي وواحد ليا. طب جبت دول ليه؟ جبت دول للتويلت. لما يبقوا محطوطين كده على باب التويلت، احنا يعني التويلت بنخش لازم لابسين حاجه في رجلينا وبتاعه التويلت بس، مش بنمشي بيها في الشقه. فلما يبقوا لونهم ابيض كده ومحطوطين على باب التويلت ما تبقاش حاجه شاذه، فاهمين؟ فجبت دول للتويلت يبقوا موجودين على باب التويلت. التويلت عندي ابيض في جراي فاتح او رصاصي، في حاجه لون الجينز مثلا كده، فده ابيض، فهيبقى مش حاجه شاذه خالص مع الوان التويلت. تفاهه او تفاهه. يا مروه انت بتبصي الشبشب لايق على التويلت؟ ما اعرفش، انا كده. فدول هحطهم على الباب، هيبقى الاستخدام بتاع التويلت يعني. تمام. وسعرهم رخيص جدا، 45 جنيه. ما بقاش فيه اصلا الكلام ده في الشباشب. تمام. بصوا بقى، جبت الكرمه ده اهو. جبت الكرمه ده، بصوا شكله لذيذ قوي، لونه حلو، لونه عجبني. طري، سامعين الهوا اللي جوه طري. وهي عندها واحد، يعني بنتي دي مشكله، عندها واحد كروكس الاصلي. تمام. هوريهولكوا دلوقتي، ما بتلبسوش وعاوزه من الحاجات دي. فطبعا يعني الموضوع ملوش علاقه بقى غالي ورخيص، على حسب ما الواحد بيرتاح يعني. فجبت لها ده برضو، كان سعره 59 حاجه و50 حاجه و50 يا اما 55 يا اما 59، لان دول هما اللي كانوا بس اربعينات. تمام. ايه تاني؟ بس كده. فلو انتوا محتاجين من الشباشب دي او السليبرز دي، هاتوها. خامتها حلوه وسهله الغسيل. يعني انا بقى الشباشب اللي هي بتاعت التويلت دي، كل مثلا ايه اسبوعين 10 ايام على حسب الاستخدام، بروح واخداه بفرشه تك 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 تك، يبقى يرجع تاني زي الفل، عشان ابقى ضامنه ان هو يعني نظيف. بس كده. دي الحاجات اللي انا جبتها، حاجات كنت نفسي اجيبها، بالذات المنظمات. لان بص هوريكم حاجه، انا مستعجله فتلاقوني بتكلم بسرعه. ده كنت عاوزاه جدا جدا، اللي هو الدورين. وكنت كل ما اجي اشوفه الاقيه 190 200 210، حاسه غالي قوي، اوفر عليه يعني. الحاجات التانية اللي كنت جايباها كانت يعني مثلا ستاند الدورين بتاع الفاكهه، برضو كذا حد سالني عليه، ده كنت جايباه ب 275. بس ستاند محترم تقيل ده، يعني حاجات رفيعه. فلما الاقيه مثلا 190 210، بصراحه كنت بستخسر فيه الفلوس. فبعد ما الاسعار غليت والحاجه تقريبا بقت يعني ضعفين او 3 اضعاف، وده يبقى بالسعر ده اللي هو 100 جنيه بعد الخصم، طبعا حلو جدا. وهوريكم بقى الحاجات دي كلها بنستخدمها في ايه، وهوريكم الاستندات دي اكتر من استخدام ليها. تمام. دي الحاجه اللي انا جبتها. طبعا كان في مغريات كتيره جدا جدا جدا، بقيت عماله امسك نفسي وايه، واللي هو اشوف كده واطلع اجري. بجد والله انا عارفه اماكن الحاجات دي، لان المرشدي جنبي بروح كتير وكده، فانا عارفه اماكن الحاجه، فانا داخله لهدفي. فكل ما الاقي حاجه في طريقي مغريات، اللي هو ايه انا رايحه. فحاولوا برضو تسيطروا على نفسيكوا، كل قرش انتوا اولى بيه. ما تجيبوش حاجه مجرد كده للشراء، لا طبعا هاتوا الحاجات تكون اولا تستفادوا منها، تاني حاجه ما تكونش غاليه. لو لقيتوا حاجه غاليه دوروا عليها في اماكن ارخص. يعني انا ده فضلت ادور عليه كتير قوي وما لقيتش سعر ارخص من اللي انا قلت لكم عليه 190. وبعدين لما لقيته ب 100 جنيه والمرشدي عامل عليه سيل جبته، وكان المرشدي معروض عنده ب 190. فساعة لما كنت بدور على الحاجات دي، فاصبروا ما تسترجعوش. في عروض عيد الام بيبقى فيه سيل، بيبقى كمان اسمه ايه، العيد المرشدي، عيد كارفور، مش عارفه ايه الحاجات دي، بيبقى فيه سيل. خليكوا عندكم هدف، انا عاوزه حاجه معينه من المرشدي، لما يجي بقى يكون فيه سيل في وقت معين اتابع الحاجه دي موجوده ولا مش موجوده. الموضوع ده مهم جدا، لان في ناس بتفتكر لما انا بعرض مشتريات او كده ان انا بشتري وخلاص. لا لا، بجد فعلا مش انا خالص.
بجيب الحاجة اللي هو انا فعلا محتاجاها وكنت مخططة لها وجبتها بأرخص سعر. في طبعا حاجات بقى مضطرة ان انا اجيبها بسعر غالي بسبب ان مثلا يعني اسعار عندي هنا في الشيخ زايد ساعات كتير بتبقى اغلى بكتير من بره. فبقول لو انا نزلت بنزين عشان اجيبها من المكان الرخيص، طب ما هي اللي انا عملته بس ان انا ضيعت وقت ومجهود وكده. ففي حاجات بتنزل عنها مقابل حاجة تانية، وفي حاجات لا بفضل وراها لحد ما الاقيها بسعر كويس. بس دي تقريبا مشترياتي ان شاء الله ان شاء الله. اوريكم الحاجات دي هستخدمها في ايه، ونرص مع بعض ونعمل بقى ديكور رمضان. في حاجات حلوه ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله على خير. متنسوش بقى لايك شير سبسكرايب للقناه، وباي باي.